خلينا ناخد بالنا برضو إن لما الإغريق والرومان كتبوا عن نفسهم هم اللي شكلوا روايتهم الخاصة عن التاريخ، والعالم كله صدق ده لأن مفيش أدلة تانية وقتها تقول غير كده. كل الحضارات اللي قبلهم علومهم كتبهم حضاراتهم كلها اندثرت، كتب اليونان بس اللي فضلت وعلومهم فضلت الأساس اللي بيتبني عليه. ففي القرن التاسع عشر المدرسة الأوروبية الكلاسيكية كانت بتعتبر إن العلم بدأ فعلا من اليونان. دي كانت الرؤية القديمة المهيمنة، إن اليونان هي مهد العقل الغربي. لكن من منتصف القرن العشرين بدأ يظهر تيار نقدي قوي، خصوصا من مؤرخين زي جوزيف نيدهام في دراساته عن الصين، وتوبي هوف وجورج ساراتون وغيرهم، اللي قالوا استنوا، العلم اليوناني مطلعش من فراغ، كان امتداد لمعارف مصرية وبابلية ضخمة، وإن كتير من مبادئه جاية من هناك، واليونان كانوا مجرد مرحلة من مراحل تراكم الفهم مش نقطة البدء المطلقة. وده تيار يحترم، لأن الإغريق لما بدأوا يختلطوا بالمصريين خصوصا بعد القرن السابع قبل الميلاد اتعلموا منهم الحساب والهندسة. اللي عاشوا فترة في مصر وتأثروا جدا كان طاليس وفيثاغورس، وهما من أوائل فلاسفة وعلماء اليونان. طاليس نفسه اتعلم قياس ارتفاع الأهرامات بالظل، وده مثال مباشر على نقله للهندسة المصرية. لما اختلطوا بالبابليين من خلال التجارة والرحلات وأحيانا الحروب استفادوا من جداولهم الفلكية ومعادلاتهم. يعني حتى علم الفلك الإغريقي زي عند هيبرخوس له جذور بابلية واضحة. الفينيقيين كانوا تجار البحر المتوسط ونقلوا معارف بين كل الحضارات. أعظم ما قدموه كان الأبجدية الفينيقية، أول نظام كتابة حقيقي مبني على حروف. اليونان أخدوا عنهم فكرة الحروف الأبجدية وعدلوها لتصبح الأبجدية اليونانية، اللي خرجت منها بعدين الأبجدية اللاتينية، وبكده استفادوا من كل الحضارات وطوروا علومهم